عسلامة. اليوم باش نحكيو على الشيخ أحمد ياسين. ولد الشيخ أحمد ياسين في قرية الجورة في عسقلان سنة 1936، وفي نكبة 1948 دمرت عصابات الاحتلال الصهيوني القرية متاعو، الشيء اللي خلاه ينزح مع عائلته إلى قطاع غزة. عاش الشيخ أحمد ياسين طفولة قاسية جدا مليئة بالفقر والحرمان، ورغم ذلك كمل قرايته وخدم معلم اللغة العربية والتربية الإسلامية، ومشى لمصر وقرأ في جامعة عين شمس. وفي مصر وعلى خلفية نشاطه السياسي تم اعتقاله وسحب تأشيرته وترحيله إلى قطاع غزة. رجع لغزة وتفرغ للعمل الدعوي والسياسي. وسنة 1987 ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى أسس الشيخ أحمد ياسين حركة المقاومة الإسلامية حماس. رفض الشيخ أحمد ياسين اتفاقية أوسلو وتمسك بطريق المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلته إسرائيل مرتين، المرة الأولى كانت سنة 1984 وخرج بعد عام في صفقة لتبادل الأسرى، والمرة الثانية كانت سنة 1989 وفي المرة هذه حكمت عليه إسرائيل بالسجن مدى الحياة، لكن خرج سنة 1997 في صفقة ثانية لتبادل الأسرى، الشيء اللي خلى إسرائيل تغتاله في مارس 2004 وهو خارج من المسجد بعد أداء صلاة الصبح. رحم الله شيخ المجاهدين أحمد ياسين ونصر مقاومتنا الباسلة.